عديت ال30 ولسه متخلف عن الجيش وبتقول خلاص مش هيسألوني تاني واللي فات مات. لا، الحقيقة مش كده. أول ما بتعدي سن ال30 بيوم بتدخل في حاجة اسمها تخلف عن التجنيد، وده وضع ليه إجراءات قانونية، مش مجرد إنك كبرت وخلاص. عشان تخلص الموضوع ده لازم تبدأ بخطوات بسيطة بس مهمة جدا. أول حاجة بتعمل فيش موجه للقوات المسلحة، وتاني حاجة تطلع شهادة ميلاد مميكنة حديثة لازم تكون فيها الرقم الثلاثي، وبتاخد معاك بطاقتك وتروح على منطقة التجنيد اللي تابع ليها. هناك هتسأل على شباك اسمه شباك التخلفات، هيقابلك ضابط وهيبدأ يسألك سؤال واضح: ليه ما قدمتش في سن التجنيد؟ وقتها بتقول له سبب زي ان والدتك كانت مريضة وكنت وكانت محتاجة رعاية او اي عذر تقوله تاني، بس يكون بشكل محترم. بعد كده الضابط بيحدد لك جلسة في المحكمة العسكرية، ودي بتحضرها ومعاك محامي فاهم الشغل كويس، وبنسبة كبيرة جدا الحكم بيكون غرامة مالية. بتدفع الغرامة وبعد كده حضرتك بتروح تستلم صورة من الحكم، وبتروح تاني على منطقة التجنيد وتقدم الورق عشان تاخد شهادة الإعفاء النهائية. وساعتها خلاص مفيش قلق لما تيجي تطلع فيش أو تقدم على أي شغل. الخطوة دي ممكن تبان صعبة، بس أسوأ حاجة تعملها إنك تفضل ساكت وسايب ملفك مفتوح. ابدأ من دلوقتي وخد خطوة ونظف موقفك القانوني، ساعتها هتحس إنك اتولدت من جديد.